السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم كامل غالياتي اللي دخلتوا لقناتي. نقولكم اهلا وسهلا بكم، نورتوني. ما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله غالياتي. ونقول لك راكي حابة ديري حاجة سهلة بسيطة اقتصادية، عندك شوية تاع سميد وحبة بيض، ارواحي نجربوا هذه الوصفة الرائعة. يلا بسم الله نبداو بوصفتنا اللي بدون فرن، هكا باش ما تكونش سخانة في الدار وديريها بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة عندي كاس تاع حليب يكون دافي. قلت لكم وصفتنا سهلة وبسيطة. عندي حبة تاع بيض تكون بدرجة حرارة الغرفة، اذا كانت باردة من الفريجيدار ديريها في شوية ما دافي، بالخف راهي رايحة تروح لها هذيك البرودة. عندي 2 ملاعق كبار تاع زيت هاني معبرتهم هنايا. رايحه نزيد معاهم البنات ملعقه هكا تاع خميره الخبز معمره ممسوحه، ونزيد معاهم ملعقه تانية وحده تاع سكر حبيبات يعني سكر عادي، وعندي ملعقه صغيره تاع لافاني، ونخلط كامل المكونات مع بعضهم. اهم حاجه البنات الحاجه اللي فيها الخميره باش تنجح لكم ضروري تخلطوها هكذا مليح مليح مع السوائل باش تذوب هذوك الحبيبات تاع الخميره كامل يذوبوا يعطوكم مفعول تاعها ثمثم في الوصفه. هاني ذوبت كامل هذيك الخميره، الحبيبات تاعها ولاو ما يبانوش. دوك نكملوا الوصفه مع بعض. وهنايا عندي شوفوا البنات عندي سميد راني دايره نص كاس، راكم تشوفوا النص وين هذا السميد اللي راني دايرته البنات رقيق. نتيا عندك سميد رقيق، عندك متوسط، اللي عندك خدمي به، ما ديريش برك هذاك الخشين كامل. النصف خشين تقدري ديريه المتوسط الرقيق، انا درت الرقيق. نزيد نخلطو مليح هكذا، سورتو اذا كان عندك سميد متوسط ولا جاي شويه خشين خلطيه مليح في هذه المرحله. الرقيق خلطيه غير شويه. وهنا عندي ملعقه صغيره تاع ملح، شوفوا البنات عمرتها بصح ما درتهاش كامل، خليت منها شويه برك شوفوا ها. ونزيد نخلطها، ما درتش الملح مع الاول باش ما يقتليش المفعول تاع الخميره. فوالا زدت خلط هذاك الملح مليح باش يذوب لي. من بعد رايحه ندير كاس تاع فارينه. كي حطيت هذا الكاس تاع الفارينه البنات نبدا نحط على مراحل ونشوف مع ملعقه هكا صغيره معمره تاع خميره الحلويات. هذيك الملعقه تاع خميره الحلويات درت لكم كلش بالملعقه الصغيره كيما شفتوا. درنا البنات ملعقه صغيره تاع ملح خلينا منها شويه، ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، وملعقه صغيره تاع لافاني. راني ندير بالعقل هذيك الفارينه تقريبا البنات. انا هنا الفارينه درتها كامل، خليت منها حاجه قليله برك. دوك نوريلكم شحال بقالي الفارينه. الكاس تاع الفارينه قولوا كملتو كامل هكذا. ها تحصلت على قوام تاع العجينه اللي راني نحوس عليه. هذا هو شوفوا جاي نوعا ما هو ثقيل ما هو خفيف. وشوفوا شحال بقات لي، فوالا غير شويه ما ميلا كملتوها ما حدير والو. وهنايا هاوليك القوام تاع العجينه اللي راني نحوس عليه. رايحه نغطيه البنات. لا كنتو في فصل الشتاء او رايح يشد شويه تاع الوقت، ولا كيما رانا دوكا في السخانه والصيف، يا ربي يا ربي البنات 20 دقيقه يكون خمر وتضاعف الحجم تاعو. انا هكا رايحه نغطيه، قلت لكم ربع ساعه 20 دقيقه تصيبوه خمر الله الله. شوفوا رجعت لكم كي وصل لهذه المرحله رايحه نجي هنايا باش نحبط له كامل هذيك الخميره. قبل ما نطيبه نحبط له الخميره هكذا، نحيها كامل ونحبطها. يعني ما نروحش نعجن ونعاود برك، غير هكا بالمغرفه نحي لها هذيك الخميره. خلاص هنا نحيت لها هذيك الخميره. نروح ندير زيت في المقله نخليها تسخن. ها هي ما تكثروش بزاف الزيت وما ديروش كميه قليله، نورمال شويه شويه. ونجي هنايا باش نحطها البنات. شوفوا لا حبيتوهم حجم كبير استخدموا الملعقه الكبيره، هما ديروا برك في حسابكم اللي حيضاعف حجمهم. وإلا حبيتوا الحجم تاعهم صغير، هاد الكاطو حبيتوه صغير، عبروا بالملعقه الصغيره. وانا درت لكم وحده بالملعقه الصغيره دوك نوريها لكم.
والنار البنات تكون ناقصه، ما ديروش النار زايده، خلو الزيت تاعكم تسخن، من بعد نقصوا لها كامل النار وبداو تقلوا، ماشي نار متوسطه، ناقصه شويه على المتوسطه هكذا. نسقمهم هكا نتحفهم باش يجوني مدورين، ما ترمولهم لا زيت لا والو البنات، وحدهم رايحين يطلعوا. بعد كي نشوفهم طلعوا لي مليح رايحه نقلبهم. هنا شفتهم بلي مازال ما طلعوش، زدت خليتهم غير شويه وقلبتهم. اقلبوهم البنات قبل ما يتحمروا 100%، قلبوهم هكا على لون ذهبي فوالا. كي تقلبوهم يزيدوا يطلعوا. انا دوك نزيد نستنى عليهم الجهه الاخرى تاني تيتحمروا، نعاود نزيد نرجعهم على هاد الجهه تاني باش يزيدوا ياخذوا لي تحميره. المهم هنا البنات بالكو تقووا النار تكون ناقصه وما راهم يطيبوا على عقلهم، يجوا بزاف خفاف هكذا من قريب نتحصلوا على هذاك اللون الشباب. رجعتهم منها تاني باش يحماروا. دوك نجيب ورق ماس، هاني نحيتهم، تحصلت على لون شباب، نحطهم هكا ونخليهم يعني يمتص لي هذاك الورق، يمتص لي الزيت الزايده. ونكمل كامل نقليهم بنفس الطريقه. شوفوا البنات يخرجوا على حبه. عندي عسل، كنت درت شويه تاع عسل هنايا البنات. شوفوا العسل ما ديروا له حتى اضافه، دفوه برك باش يطرى لكم ودخلوا الكاطو هكا يتشرب غير شويه. تحبوا الحاجه معسله بزاف ومشربه خلوها 2 دقائق 3 هنايا في العسل باش تتشرب. وصدقوني تحصلوا على واحد الفطائر كلي ليبيني بزاف بنان، عندهم واحد الخفه اسفنجيين هكا يتشربوا شويه تاع العسل. وهنا وريت لكم اللي درتها بالملعقه الصغيره، جربت وحده برك. شوفوا هما هكا يجوا بزاف شابين صغيورين، بصح يشدوا لكم شويه اليد. نتوما ليكم الاختيار، انا عطيتكم في 2 اشكال ونتوما ليكم الاختيار. فوالا البنات الفطائر تاعنا بعد ما طابوا شوفوا خذاو لون ذهبي شباب مع داك العسل. الله درت لهم شويه تاع لوز ايفيلي واش كان عندي درتهم الفوق. وشوفوا لي الله لا تقدروا ديروا شويه تاع جلجله شويه تاع كاوكاو، تحبوا تخلوهم هكذاك هامليك. نوضوا كامل البنات جربوهم وفرحوا عائلتكم. صدقوني البنات تمثم يوجدوا بلا ما تشعلي الفرن، على بالنا بلي سخانه والفور يزيد يسخن يعني الدار على عكس المقله لا. وشوفوا لي الشكل تاعهم كيفاش يجي بنان هايلين، مع كويس تاع اتاي اللي تحب قهوه حليب بزاف بنان وخفاف. وهنايا نفتح لكم حبه باش تشوفوها لداخل كيفاش تكون اسفنجيه طريه. وكيما قلت لكم تحبوا تخلوهم يتشربوا العسل، تحبوا حاجه معسله بزاف خلوهم يطولوا شويه في العسل هكا كانوا تشربوا لي شويه جو بنان. هذه هي غاليتي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى من كل قلبي انها تعجبكم وتجربوها وتفرحوني بتعليقاتكم. بارطاجي هذه الوصفه مع العائله والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غاليتي. في فيديو جاي ان شاء الله ما تنسونيش بجام.